السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو هقول من وجهة نظر أنا أفضل 9 لعيبة لبسوا رقم 9، يعني أفضل 9 لبسوا رقم 9 على التيشيرت بتاعهم. ودلوقتي ندخل على اللاعب رقم 9 من التيشيرت رقم 9. واللاعب رقم 9 معانا من التيشيرت رقم 9، وأول لاعب معانا هو فيليب إنزاجي، الهداف التاريخي للبيت ميلان الإي سي ميلان، وسجل 225 هدف مع جميع الأندية اللي لعب ليها والمنتخب. واللاعب رقم 8 معانا من التيشيرت رقم 9 هو ألان شيرر، الهداف التاريخي للبريمير ليج الدوري الإنجليزي، صاحب أكبر عدد أهداف في موسم واحد 34 جول، وهو أكتر لاعب سجل ضربات جزاء في البريمير ليج ب56 هدف، 56 ضربة جزاء يعني. وهو أكتر لاعب سجل أهداف في مباراة واحدة ب5 أهداف، وهو سجل 100 هدف في 124 مباراة فقط، يعني 100 هدف يعني في 124 مباراة، يعني خارق، مستوى خارق. واللاعب معانا رقم 7 السلطان إبراهيموفيتش، زلاتان إبراهيموفيتش. هو كسب بطولة في كل دوري لعب ليه، يعني أي دوري أي فريق يلعب معاه يكسب معاه دوري، سواء أياكس بقى، برشلونة، مانشستر يونايتد، أي فريق لعب له. مسجل 581 هدف طوال مسيرته في تاريخه، حتى الآن دلوقتي بيلعب برضه يعني لسه. وندخل دلوقتي على اللاعب رقم 6 سامويل إيتو الكاميروني، هو أفضل مهاجم في تاريخ أفريقيا بجانب بقى دروجبا، وحسام، حتى حسام حسن برضو المصري حتى، وبرضو محمد صلاح يعني ده برضو، وساديو ماني، يعني دول لعيبة كتير كده. وهو بقى سامويل إيتو مع يعني ده القناص بتاعه. وهو العاشر رقم 9، وهو العاشر رقم 9 لأنه حتى لما راح روسيا لبس رقم 99، يعني مش كفاية 9 واحدة، لبس 99، لأن رقم 9 كان محجوز، بس الموسم اللي بعده بقى لبس رقم 9، يعني خد رقم 9 اهو. حتى لما راح تشيلسي لبس رقم 29، يعني أي حاجة فيها رقم 9 حطها جنب أي رقم بقى. ولأن 9 كان محجوز، فاز 2 دوري أبطال مع برشلونة وواحد مع إنتر ميلان. والهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، سجل 427 هدف في مسيرته، وده مش رقم كبير بالنسبة يعني اللي بعديه بس، أو اللي قبليه برضه. وهو حتى يعني الآن هو رئيس اتحاد الكورة الكاميرون في الكاميرون. واللاعب اللي بعده رقم 5 هو اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، فاز ب10 بطولات دوري ألمانيا بوندسليجا، وفاز ب4 كأس سوبر ألمانيا، وفاز بالسوبر البولندي، حتى ما كان في بولندا أو ما لعب فاز بالسوبر البولندي والدوري البولندي كمان ضيف معاه، وفاز بالسوبر الأوروبي مع البايرن ميونشن، وغير بقى الدوريات كتير. أفضل لاعب في أوروبا وهداف أوروبا السنة دي 2022، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع البايرن، وفاز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في 2021، وفاز بأفضل هداف في العالم 2022 مع بنزيما لما كسب البالون دور، ودخل نادي المئة في دوري الأبطال، يعني جاب أهداف كتير في أكتر من 100 هدف. وهداف الدوري الألماني لمدة 7 سنوات، يعني 7 هداف الدوري الألماني، يعني ده كان ناقص ده. حتى الآن هداف الدوري الأسباني مع برشلونة، يعني حتى الآن، حتى برشلونة مش في ظل يعني النزول اللي في برشلونة أصلا، يعني برشلونة دلوقتي طلعت من دوري الأبطال وكده، بس هو برضه هدافهم في الليجا. واللاعب رقم 4 معانا في التيشيرتات رقم 9 هو سواريز العضاد، وهو بقى جاب مركز رابع لمنتخب أورجواي بعد ما خد ركلة جزاء بذكاء وسجلها، ليكون أول مرة في تاريخ أورجواي ياخدوا مركز رابع، يدخلوا المربع الذهبي يعني. ده كله في كأس العالم 2010. وفاز بالكوبا أمريكا مع أورجواي، وهو الهداف التاريخي للأورجواي، غير بقى هداف الدوري الهولندي مع أياكس، هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول، هداف الدوري الأسباني مع برشلونة، 4 دوري أسباني مع برشلونة، وواحد مع أتلتيكو مدريد، يعني دلوقتي هو معاه 5 دوري. وغير بقى فاز بدوري الأبطال، دوري أبطال أوروبا، وهو صاحب 524 هدف حتى الآن. خش بقى على اللاعب اللي بعده، هو الحكومة كريم بنزيما، كسب 4 دوري فرنسي مع الأولمبيك ليون، 5 دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وفاز 4 كأس عالم للأندية مع ريال مدريد، وفي واحد جاي في السكة، يعني ضيف معاهم 5 يعني. هو أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا
وهو هداف الدوري الاسباني يعني الموسم الماضي. الموسم ده ليفاندوسكي، شكله هيدخل معاه بنزيما، يبقى بنزيما وليفاندوسكي. وهو صاحب 445 هدف حتى الآن. هو مش رقم كبير بس صاحب 445 هدف حتى الآن برضو يعني. خش بقى على اللاعب رقم 2. هو لبس رقم 9 شوية مع مانشستر يونايتد، وبعدين راح ريال مدريد لبس شوية مع رقم 9. هو كريستيانو رونالدو. أنا هقول برضو كريستيانو رونالدو لأنه لبس رقم 9 شوية، وبعدين لبس 7، وبعدين بنزيما خد 9 بقى. ولأن برضو راؤول جونزاليس كان بيلبس رقم 7. راؤول جونزاليس هو فاز ب4 بالون دور و5 حذاء ذهبي. فاز ب31 بطولة حتى الآن. بتمنى يفوز بكأس العالم للأندية مع البرتغال في كأس العالم في قطر 2022. وفاز ب5 دوري أبطال أوروبا، وفاز ب1 كأس أوروبية. يعني جاب بطولة واحدة للمنتخب البرتغالي. وسجل أكتر من 780 هدف. ده تاريخي، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا. هو سجل 100 هدف مع منتخب البرتغال حتى الآن قبل انطلاق كأس العالم. يعني قبل كأس العالم سجل 100 هدف. دلوقتي أفضل لاعب رقم 9 في التاريخ هو الظاهرة رونالدو. أكيد كله توقعه، لأنه بصراحة هو الظاهرة رونالدو. هو أفضل مهاجم في التاريخ، لولا الإصابات كمان كان زمانه معدي عن كده كمان. هو صاحب رقم 9، وحتى لما راح بيج ميلان الاي سي ميلان لبس 99 برضه. ولعب في برشلونة وفي ريال مدريد، يعني لعب في أعظم ناديين في التاريخ. فاز ب2 بالون دور و2 كأس عالم مع البرازيل، مع منتخب البرازيل. وفاز كمان بكأس القارات الأمم أمريكا يعني. بس كده، ده كان نهاية الفيديو. لو عجبكم السلسلة اكتبوا لي في التعليقات كمل، وهعمل هجيب لعبة تانية عن أكتر لاعب، أفضل لعبة اللي لبسوا رقم 10 ورقم يعني 8 و7 وكده. يعني انتوا اختاروا وقولوا لي في التعليقات. يلا، سلام.